امبارح عملت جريمة قتل، قتلت ستة. امبارح شغلة سوي. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو اليوم كتير متعب وصايمة كمان. الله يتقبل صيامنا وصيامكم يا رب. الفيديو هو بدي اعزل غرفتي، تعزيلة العيد. بتمنى تشوفوا الفيديو للاخير. ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد مننا. ولا تنسوا تتابعونا على تيك توك وعلى انستغرام. ويلا خلينا نبلش الفيديو، وصافو رح يساعدني، ما هيك؟ بدك تساعدني؟ يا كذاب. صافو بده يروح لعند عمه. هلا صاير عم بيروح بكير شوي لعند عمه مشان يساعده بالعيد، بتعرفوا. والله كل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم بالصحة والعافية جميعا يا رب. عم بقول له ساعدني. طلع حجة انه بده يروح لعند عمه. بتعرفوا شوفوا شو عم بيساوي عند عمه، شايفين؟ عم يلعب الايباد، رايح لعند عمه. والله فبدي اغسل البطانية. ايوه، وبدي اغسل السداجة كمان. سداجتي مو كبيرة، كتير صغيرة يعني. ونيلاي هون حرقت لي اياه بالمكواية. اخ منك يا نيلاي. وهون بعد رمضان ما بعرف ما شلته. حبيت الزاوية يعني، ما بعرف ما شلته. شو رأيكم انتو؟ بس بجوز اشيل هاي اللي كاتبة عليها رمضان. اشيلها. بس هاي الزاوية حبيت. اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم انتو. والله. و صافو شو هاد؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ اكل البيتزا وترك وسخ ورا هون. قلت له مشان تكبه، قال ايه ونسي. يلا هلا بس رجعت رحت بتكبه. ايوه هي هويتي، ما بعرف شو عم بتسوي هون. وهدول مصرات. اي والله. امبارحه جتني زبونه ما يشتلها شعرها. فالله رزقنا هيك بكم قرش. الله يرزقكم جميعا يا رب. اي والله. دي يلا خليكم معنا لنبلش تعزيلتنا. وبدي اغسل البرادي. دول العاب صافو. لا صافو لساته صغير، ما تقولوا صاير شاب ما شاء الله. ها ما بيلعب فيهم، بس حاطهم هيك يعني انه صمديه فوق الخزانه. اي والله. يلا خليكم معنا لنبلش تعزيلتنا مع بعض. وانتو خلصتوا تعزيلتكم ولا لسه؟ اكتبوا لي بالتعليقات. وهون بدي اغير وجوه المخدات، بدي اغسلهم يعني، والشرشف اللاصق كمان. طبعا البطانية بدي اشيلها. وهون هذا صورة صافو ونيلاي، هدية مرت عمون. وهاي صورتي انا وصافو يوم عرسنا. وهون بدي افك البرادة احطهم بالغسالة لبين ما اخلص تنظيف الغرفة. هون عملت مالت الرغوة، وبدي اجرب هاي المساحة تبعت الشبابيك. قالوا انه كتير كويس، فرح اجربه انا كمان، وبعطيكم رأيي اذا كويس ولا لا. ما عجبني. من غير الخرقة، او يعني انه خرقة قطنية ما بيعجبني. اول شي بالليفة، وبعدين الخرقة القطنية بتطلع روعة، بتطلع يعني انه نظافة غير شكل. هدول وهيك شغلات ما بيعجبني، ما بيرتاح قلبي يعني. ومن فوق ما رح امسح، لانه من فترة صغيرة بعد العيد يعني مسحت كله من فوق، فبس رح امسح الشبابيك. وانتو كيف تمسحوا بتنظفوا شبابيككم؟ والله انا مثل ما قلت لكم يعني انه ماشي قطنية عن جد انه بيطلع نظيف غير شكل. ما بعرف، انا هيك بيعجبني بماشي قطنية يعني، بحسه انه بينضف فورا يعني، انه بسرعة وما بده عذاب كتير، حسب كل انسان. يا سلام. ابدا مو مبين بلور، بس ايدي مبينة. نظفت من فوق كمان. هلا بدنا نتجه لهداك الشباك، وهي الشباك كمان خلصتها. هلا اول شي بدنا نشوف الحوش، بعدين نقعد البطانية والثلاجة. اذا كان اول ما تدوري مع جري مع زند بيا. شغلت شو اسمه الفيل، بس ما بدخلوا فيه العالم. عندنا الحشرات مليانة، ما بعرف. امبارح عملت جريمة قتل، قتلت ستة. ما شاء الله. بتعرف مين؟ صرصر. وانت عرفتي ولا لا؟ مصطفى صارت مجرمة. قلت انا كنت شلتي. عم بشرب مشان انا شو اسمه البطانية شوفوا لي صافو على اساس جاي يصورني. احلى فراشة. على اساس جاي يصورني. شوفوا خلصت هون كلياته، وهو عم يلعب الطابة. الله يصلحك يا ابني. وهدول ورداتنا.
وردة جوري. اللهم صل على النبي. بس ما لهم ريحة. ايه هاي إلها ريحة شوي بس هاي هذا الأحمر وردة جوري الأحمر أبدا 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 ما له ريحة. اللهم صل على النبي. ما لهم ريحة بس طلعوا فرجة فرجة. اللهم صل على النبي. شي هيك بيفتح النفس. بيفتح النفس على تعزيلة. غير شكل. اي والله. سافر لعند عمو بس لعب الطاولة وراح. المهم هلا رح اغسل الثلاجة بس رح انقع وخليها هيك على الشمس شوي وبدي انشر غسيل لبين ما انظف الغرفة وبرجع. وانتوا بتنقعوا مثلا البطانية السداجة هيك بتتركوها كم ساعة ولا انه لا خلص فورا يعني انه بتغسلوها؟ والله نحن حسب اذا انه بس سداجة او بطانية او اي شي يعني انه ما يكون عنا تعزيلة بالغرفة وشي البيت فورا بنغسلها. بس لا اذا يكون في تعزيلة البيت كمان الغرف فبنتركه هيك على الشمس كم ساعة لبين ما نخلص البيت بعدين بنرجع على البطانيات والسداجة بنغسلهم. اي والله. وهون نشرت الغسيلات كمان لبين ما يخلص الغرفة بكون نشفوا. وهيك خلصت نشر الغسيل. شوفوا 4 حبال والسلل ليقة ما كفوا يعني. نحن بنغسل الغسيل كتير كتير يعني عنا الغسيل انه ما بتوقف الغسالة الله يعينها والله. اي والله. يلا هلا بروح بنظف الغرفة لبين ما ينشفوا الغسيلات وينقعوا البطانيات والسداجة وبنرجع لبين ما تروح الشمس كمان لانه كتير الشوق. وهلا صار دور فوق الخزانة بدي امسحهم. وطبعا انا مرتبة جوا الخزانة اللبس ما لبس مرتبتهم. اوه يا سلام يا سلام سلم. هاي ياسين وهاي طابة صافو افندي وهدول سياراته. هاي الصفرة عمو اشترى له اياها بعيد ميلاده والتانية البيضة هاي خالد اشترى له اياها. غبرة اسطنبول لسه اكتر من غبرة سوريا. اخ النظافة من الايمان. اخ نظافة ميلاد. عشقة هدول بي تي اس. انا بقول لها فيتيس فبتزعل مني تقول لي ماما بيتيس مو فيتيس. فانا اصلا هيك بقول لها بيتيس ما حبيتهم هو عارف. هذول كمان بدهم تمسيح طبعا بده تمسيح. وهلا بلشنا بالمسح الخزانات. والله فتركيا هون كله مسح حتى الارضيه يعني انه كله مسح. اي والله. والفيديو هيك اختصرته يعني قد ما فيني اختصرته. ما بحب الفيديو الطويل ابدا ابدا ما بحبه. انتوا شو رايكم؟ بدي اشيل هدول كمان امسحهم. هدول اكسسوارات صافو او صافو وهدول مناكير نيلوي. في قطعة شوكولا كمان. بس صايمة ما بقدر اكل. وهيك خلصت الشطف كمان الارضية يعني مو انه شطف مسح بس مرتين 3 4 الله وكيلكم هلكني لانه التخت ما بصير انه نشطفه شطف. بشوفه محل المساحة اخر الشي حطيت المساحة بالمي يعني انه غسلته ومسحته ورجعت كلياته. اي والله على الناشف. وهلا بدنا نركب البرادي. يا سلام عم يجي منه ريحة. اخ دوا غسيل روعة. ما بوصل. فكرت حالي طويلة طلعت قصيرة ماني دريانة. هقولكم شغلة. أحسن شي بتركيا هو البرادي لأنه وقت اللي بنركبه ما ببين بكون قفل الجبسين. عنا بسوريا كان هيك معروض عرض. اي والله هاد هيك مخفي ما ببين. عجبتني كتير هاي الشغلة. ان شاء الله اذا رحنا على سوريا انا كمان بدي اسوي لها بيتي هيك ان شاء الله. عشان تبين الساعة.
هلا راح اركب هذا الطرف كمان. بعد ما خلصت الغرفة هلا بدي اشيل الغسالات واغسل البطانية والسداجة. خليكن معنا لاخر الفيديو. وهون بلشت بالبطانية الكبيرة اول شي. غيرت رأيي، غسلت بطانية نيلاي كمان. اي والله قلت فرد مرة مشان هيك ارتاح يعني. وقد ما فيني اختصرت من الفيديو وطلع معي هيك. بتمنى الفيديو ينال اعجابكم. وانتوا بتغسلوا هيك كل اغراضكم مع بعض ولا لا وحدة وحدة بتغسلوهم؟ وهاد ابو صافو اجا من الشغل ولسه ما خلصت. ضيعني سداجة 10 دقايق وبخلص. سريعة انا. البارحة شغلة سوي لك زي كل يوم. اي والله بطانيتين وسداجة مشان اخلص ما ارجع بكرة كمان. ايه اي والله هم اي بس هم خلصت شغل ما خلصت. ما يلا فوت يعطيك العافية. اليوم جاي بكير. والله ان شاء الله اجرك ايه عليك العافية. فوت ارتاح لك شوي لبين ما اخلص. هلا بيجي ايدي يلا صحتين وهنا. يلا نحن كمان هلا بنخلص السداجة وبنطلع. فالصراحة انا تأخرت لهذا الوقت لانه اجوني زباين، فعملت لهم شعراتهم لهيك تأخرت. رح اجرب اشيل السداجة لحالي. هاي ايدك. ايدك عم اقدر اشيل. هيك خلصنا. نشرت الغسيلات كمان مسحت الارض. ودي يلا خليكن معنا لنشوف شو ضل علينا رح نعمله. هي غسلتها رح ارجع احطها. هلا بحط وجوه المخدات كمان. هدول بننام عليهم. هذا عسل. هلا بتفكروا انه شو عجب شو حاطينهم شو هالمطربان اللي بالغرفة النوم يعني. ايه هي عسل. صافو كان عم ياكلوا وتركهم. والله حارنا ما بقى يعني فحطيت هي بكره لبين ما اشتري بكره. يلا بحطها هون لبين ما اشتري واحد جديد. خربت انكسرت. وهيك غرفتنا صارت جاهزة بعد التعزيلة. ما بعرف تركت هاي هون هيك. وهي اللوحة لازم نحطها هون. يلا ابو صفو بظبط لي اياها لانه بده دق وما دق مسمار. واتخذ هيك صار. ان شاء الله يكون عجبكم الفرشة خفيف ونظيف. هلا المسا بشيله وبحط الشرشف اللي متغطى فيه منه. بس بالنهار يعني انه هيك تكون مرتبة وحلوة. اي والله هاي شوفانيرة هيك. ودي يلا هلا خلينا نطلع سوا لنشوف شو طبخوا لنا. بما انه صايمة انا اليوم وطلعت لفوق. سلفتي عم تفرم بقدونس عم تساوي سلطة بيواز. وهي طبختنا عيش البلبل ولحم بعجين. تفضلوا كلوا معنا. وكان بازار كمان حماتي جايبة ورق عنب. وهي سلطة بيواز وأكلة كردية بورانية الكرات كلهم بيعرفوها. وعيش البلبل ولحم بعجين. تفضلوا انتو كمان تعشوا معنا. ولهون أصدقائي بكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد مننا. وهلا بقالكم سلام.